قصة ابن الموت، أخطر مجرم في الجزائر. هل سمعت عن ابن الموت؟ هذا اللقب الذي أرعب سكان تلمسان والمناطق المجاورة لسنوات. إنه لقب أطلق على أحد أخطر المجرمين في الجزائر، شخص ارتكب جرائم مروعة جعلت اسمه يتردد في أروقة الأمن والقضاء. في هذا الفيديو سنكشف الحقيقة الكاملة لهذا المجرم من بدايته وحتى نهايته. مرحبا، أنا الأزهر من قناة الأزهر BDM، أقدم لكم قصصا متنوعة في قناتي، لذلك لا تنسى الاشتراك لدعمي لنشر المزيد. ابن الموت، المعروف أيضا باسم ولد المور، كان أحد أخطر المجرمين في الجزائر لسنوات. ظل هذا الشخص خارج قبضة العدالة، متمرسا في عالم الجريمة، متنقلا بين العصابات ومتورطا في عمليات قتل وسرقة واختطاف وتهريب المخدرات. أيضا حرفيا صنف من أخطر المجرمين في الجزائر. ومن بين أبشع الجرائم التي ارتكبها أنه قام ابن الموت بقتل شاب من منطقة السواحلية، حيث وجدت جثته داخل سيارته وقد غرز في صدره خنجر بطريقة وحشية. هذه الجريمة كانت واحدة من عدة جرائم قتل نفذها بدم بارد. وقام أيضا بعمليات السرقة والسطو المسلح. نفذ ابن الموت أكثر من 7 عمليات سطو مسلح وسرقة السيارات ومحلات تجارية، حيث كان يعتدي على الضحايا بالضرب والتعذيب قبل سرقة ممتلكاتهم. ولأنه من أخطر المجرمين، كان يقوم بالاختطاف والاحتجاز في المغرب. نعم، يختطف الضحايا ويقوم باحتجازهم في الحدود المغربية. حقا إنه وحش، حيث أنه كان يتم احتجازهم من قبل شركائه، ثم يطالب ذويهم بفديات ضخمة تصل إلى 500 مليون سنتيم جزائري. إنه صراحة مبلغ ضخم بالنسبة للناس الذين يسكنون في الجزائر، يعني الناس البسطاء، حيث أنه لا يمكن لعائلة عادية أن تدفع هذا المبلغ. حيث أنه لم يكن يكتفي بهذه الجرائم، بل أيضا يغتصب ويعذب. نعم، حيث أنه قام باغتصاب مراهق قبل أن يسرق مركبته، مما جعل منه وحشا لا يعرف الرحمة. بعد أن أصبح ابن الموت هدفا رئيسيا للأجهزة الأمنية، تم وضع خطة محكمة للإيقاع به. قامت الشرطة بجمع معلومات استخباراتية عن تحركاته عبر عملاء متخفيين، واستخدمت تقنيات مراقبة حديثة لتحديد أماكن تواجده بدقة. تم استدراجه عبر شخص مقرب منه، وهو تاجر مخدرات وهمي ادعى أنه يريد تنفيذ صفقة كبيرة. ابن الموت لم يكن يعلم أن هذه الصفقة كانت معدة بالكامل من قبل الشرطة. بعد أن تم تحديد مكان الصفقة، نشرت الشرطة وحدات خاصة سرية في الموقع، وتم تطويق المنطقة بالكامل دون إثارة أي شكوك. عندما وصل ابن الموت إلى المكان المتفق عليه، تفاجأ بمحاصرة قوات الأمن له من جميع الجهات. لم يكن أمامه أي فرصة للهرب، خاصة بعد أن تم تعطيل أي وسائل هروب محتملة. بعد القبض عليه، تم استجوابه لساعات طويلة، حيث كشف عن معلومات خطيرة تتعلق بشبكة الجريمة التي كان ينشط فيها، مما ساعد في الإطاحة بعناصر أخرى خطيرة. وهكذا كانت نهاية ابن الموت. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة لتصلكم قصص أكثر عن أخطر المجرمين في العالم.